بص يا غالي، وانا جيت سألتك دلوقتي ايه الحاجات اللي لو اتغيرت وضعك هيبقى احسن، اكيد الفلوس هتكون منهم. تحس ان في مشاكل مادية عند اغلب الناس، سواء اللي بيقبض 5000 جنيه لحد اللي بيقبض 50,000 جنيه، كله المرتب بتاعه مش بيكفي. طيب ليه كله عنده مشاكل؟ مع اختلاف الدخل، لان كل ما الدخل بقى اعلى المسؤوليات ومستوى المعيشة بيبقى اعلى. طيب ايه الحل؟ بص يا غالي، الحل ببساطة انك لازم تغير وجهة نظرك وتفكيرك عن الفلوس، والا هتفضل الفلوس اللي معاك مش مكفية، سواء المرتب بتاعك كبير او صغير. طيب ايه الحاجات اللي لازم تتغير؟ اولا، بطل تكون شخص استهلاكي، بمعنى ما ينفعش يكون كل قناعاتك انك لازم تصرف كل الفلوس اللي معاك او انك تفرتك كل المرتب اللي بتقبضه، لان دي كارثة في حد ذاتها. لازم تكون عارف وحاطط في دماغك ان كل الفلوس اللي بتجيلك انت لازم تصرف منها جزء وتستثمر منها جزء، لان ولا انا ولا انت ولا غيرنا يضمن بكره فيه. فلازم تأمن نفسك بقدر الامكان من دلوقتي على قد ما تقدر، عشان لو لا قدر الله حصل معاك مشاكل في الشغل او مشاكل صحيه تلاقي حاجه تتسند عليها، ولو فضلت الامور طبيعيه يبقى ده دخل اضافي ليك. طيب حد دلوقتي هيقول لي اقتنعت بكلامك بس مش عارف ابدا ازاي ولا اعمل ايه. انا هقول لك، اول حاجه لازم تقسم المرتب بتاعك، ودي ليها اكتر من طريقه. الطريقه الاولى انك بتشوف مصاريفك كام وبتركنها على جنب، والباقي بتركن منه جزء للطوارئ، والجزء الاخير بتستثمره. وفي طريقه تانية ودي اقوى وانا عن نفسي بتبعها، وهي ان في جزء انا بحوشه كل شهر والباقي بمشي بيه حالي، لان لو مشيت بالطريقه الاولى في الاغلب مش هيتفضل حاجه عشان احوشها او استثمرها. طيب حد هيجي يقول لي حاولت اتبع الطريقتين وبرضه مفيش فايده، مش عارف اوفر فلوس عشان احوشها او استثمرها. هقول لك سهله كده، انت مالكش غير حل واحد، وهي انك لازم تسجل كل حاجه خاصه بالمصروفات بتاعتك. وهنا انا اقصد كل حاجه بمعنى الكلمه، كل صغيره وكبيره لازم تتسجل. وصدقني لو عملت الحركه دي وفيما بعد رجعت كل الحاجات اللي سجلتها في الورقه، هتتفاجئ ان في حاجات خدت منك فلوس وانت ممكن توفرها، فهتحاول توفر فلوسها المره الجايه، وهكذا لحد ما تتعود انك تقلل مصاريفك ونفقاتك. طيب عرفنا كل الكلام ده وبقينا مقتنعين بيه، نعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ هقول لك لازم تفهم وتتعلم ازاي تبدا استثمار صح. هتقول لي ازاي؟ هقول لك روح شوف الفيديو ده، هتلاقيني فيه موضح لك ازاي تبدا استثمار من الصفر. صلي بقى على الحبيب، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، واستنى فيديوهات جايه كتير من السلسله دي هتعجبكم قوي باذن الله. سلام.